الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من 10 ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيها المسلمون، سيطل علينا بعد ساعات معدودة شهر عظيم مبارك، وهو من الأشهر الحرم، والعبادة فيه أفضل من أيام رمضان وأفضل من أيام جميع العام. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعظمون هذه الأيام ويقدرونها حق قدرها. فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقال في أيام العشر لكل يوم ب1000 يوم، ويوم عرفة ب10,000، يعني في الفضل. وروي عن الإمام الأوزاعي أنه قال: قد بلغني أن العمل في يوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها، إلا أن يختص امرؤ بالشهادة. يا له من موسم يفتح للمتنافسين، ويا له من غبن يحيط بالقاعدين المعرضين. فاستبقوا الخيرات يا عباد الله، وسارعوا إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض. وإياكم أيها الأحبة والتواني وحذاري من الكسل والخمول. أما عن الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يعملها، أولا أن يسارع إليها وأن يكون من أهلها بالتوبة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار وتجديد العهد مع الله بالتوبة والأوبة الصادقة إليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة النصوح كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن تتوب من الذنب فلا تعود إليه أبدا. وأما العمل الثاني فهو الصيام، فقد روي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 أيام ذي الحجة وعاشوراء و3 أيام من كل شهر. وقال في حديث